ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي، او ساعات بنقول عليها لقماتس. زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله طالعة جميلة جدا من جوه، هشة من جوه ومقرمشة من بره. زي ما انتوا شايفين كده. هنمشي مع بعض في الطريقة خطوة بخطوة. المقادير عندنا هنا، انا هقول لكم مقادير نص كيلو، لكن انا كنت عاملة كيلو. المقادير بتاعة النص كيلو: دقيق، معلقة كبيرة خميرة، معلقة ونص كاستر، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وذرة ملح. المعلقة ما تكونش ملانة، يعني ممسوحة بس كده للبيكنج باودر، والخميرة برضو. انا حاطة هنا يا جماعة ضعف الكمية، لكن انا دلوقتي بقول لكم على مقادير نص كيلو. خليكي فاكرة معايا ان مقادير النص كيلو: معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة ونص كاستر، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر. المية طبعا انت بقى على حسب نوع الدقيق عندك. المية بتحطي لحد ما تلاقي العجينة بقت سايلة معاكي شوية، زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت عاملة كوبايتين مية دافيين، هو هيبقى كوبايتين مية على نص كيلو، لكن زي ما انتوا شايفين انا كنت عاملة كيلو دقيق، فكنت عاملة 4 كوبايات مية، ورجعت احتجت حوالي ربع كيلو. بس اهم حاجة واهم خطوة في العجين، زي ما انت شايفة كده، بالمضرب. وهتفضلي تعجيني فيه بالمضرب، تقلبي تقلبي. احنا عايزين الدقيق ده او العجينة دي يبقى لها عرق. شايفين؟ بتمط معاكي كده، بفضل اقلب فيها يعني كتير. طبعا النص كيلو دقيق عليه معلقتين زيت، معلقتين زيت، وافضل اقلب. شايفين العجينة بقت ناعمة ازاي؟ اهم حاجة تكون ناعمة ولها عرق معاكي، تفضلي تقلبي فيها تقلبي فيها جامد لما تبقى ناعمة معاكي خالص. شايفين ناعمة ازاي؟ انا عايزة اجرب العجينة. بصوا، المفروض انها ما تقعش من على ايدي، هي كده وقعت، فانا هحط لها كمان معلقتين دقيق. وهنا لازم اعملها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي شوية. شايفين؟ انا عايزة يبقى لها عرق. شايفين كده؟ اتظبطت معايا اهي. شايفين؟ هي كده خلاص تمام مظبوطة. هنا طبعا هسيبها تختمر. طبعا انا سبتها ساعة، يعني انا عملتها الصبح وسبتها ساعة. شايفين ما شاء الله تضاعف حجمها ازاي؟ وهنا طبعا هبدأ اشكل، هشكل زي ما انتوا شايفين بالمعلقة بتاعة العيار، المعيار اللي احنا بنستخدمه في البهارات. بصوا، انا عملت اول مقلاية بالعيار ده، بالمعيار ده، لقيت الكماتس كبيرة. بعد كده اشتغلت بمعلقة اصغر منها. بس اول مقلاية وتاني مقلاية عملتهم كده بدي، فرجعت بعد كده عملت بمعيار صغير. زي ما انتوا شايفين انا بغطسها في الزيت علشان العجين ما يلزقش فيها، لانه زي ما انتوا عارفين العجينة بتبقى ملزقة. شايفين؟ انا هنا بقلبها، طلعت بجد تحفة تحفة تحفة. لو وصلتوا معايا للفيديو لحد هنا، ما تنسوش يا جماعة تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة وتعليق حلو منكم.
انا عايزه اقول لكم ان اول ما قلايه طلعت ما استنيتش، الولاد كلوها. طب استنوا لما نصور نكمل التصوير، ما استنوش طبعا. هم واقفين حواليا مستنيينها من ريحتها الحلوه بصراحه. فطريقه التشكيل سهله طبعا، بالمعلقه بسرعه زي ما انتوا شايفين كده. اول ما قلايه طلعت ما استنيتش، الولاد كلوها على طول. ما تنسوش بقى يا جماعة، مش هفكركم تعملوا لي لايك حلو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، وتدعموني كده بتعليق حلو. يا رب وصفتي تكون عجبتكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس إن رجعت ستة